السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء النصر. وبعد فوز الأهلي امبارح 3-0 على الزمالك في استاد القاهرة، في ليلة ولا ألف ليلة وليلة الزمالك بينزل للمركز الخامس في ترتيب جدول الدوري بعد فوز المقاولين 2-1 على الداخلية. ولكن في البداية يا سادة، يا ريت اللي مش مشترك معانا في القناة يتكرم علينا باشتراك ولايك على الفيديو دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. وكالعادة يا سادة، مرتضى منصور بيهاجم رئيس النادي الاهلي الكابتن الاسطورة محمود الخطيب، ونازل سف وقلة ادب وشتيمة وكهرباء ما حصلتش. بصراحة انا مش عارف اللي عامل البث المباشر ده عامله ازاي وسامح الناس تسمعه ازاي لما يجيب سيرة اعراض، يعني الام والاخت بتتسب علني وعيني عينك. سبحان الله، ما قلنا ربك هو العدل وربنا ما بيرضاش بالظلم. ولذلك كهربا امبارح مصمم ان مرتضى منصور او رئيس نادي الزمالك طالع بيقول لك النهارده بس مباشر لسه من شويه بيقول لك ان محمود الخطيب قلت له تعالى اكسبني راجل لراجل. امال اللي كان امبارح ده في الدوري ايه؟ اللي كان في استاد القاهرة امبارح ده كان ايه؟ وبيقول لك انا راكب لحد الدقيقة 60 الماتش. ليه حضرتك انت ما شفتش نسبة الاستحواذ بتاعت النادي الاهلي طول الشوط الاول من الدقيقة الاولى حتى الدقيقة 45 في الشوط الاول؟ خالص ما شفتهاش. لما جت على القناة كذا مرة على اون تايم سبورت حبايبك وتابعك ما قلناش حاجة ولا جبنا حاجة من عندنا. نسبة الاستحواذ يا سيدي مش هنقول 50-50، كانت 51، يعني في 1% كسر للنادي الاهلي زيادة، مع ان كنت انا متوقع ان هي نسبة الاستحواذ للاهلي في الشوط الاول كانت اكتر من كده. بس انت عايز فريق جاب هدف واتنين وبيحافظ على نفسه، عايزه يمسك الكرة ويجري ويسيبها؟ لا، طالع وبيقول لك انا قلت لمحمود الخطيب يكسبني راجل لراجل. امال اللي كان امبارح ده كان ايه؟ واللي كان في العاب الصالات في الطايره وفي السله، وامبارح الظهر كان في العاب الصالات، يعني انا ما اعرف امال كان ايه كله ده اللي عامله محمود الخطيب. كان ايه الفوز للنادي الاهلي في العاب الصالات وفي بطولة الجمهورية للشباب والناشئين والدوري في الكبار كله؟ وكل ده ومحمود الخطيب لسه لحد الآن ما كسبكش راجل لراجل؟ يا راجل يا راجل، بس انت المشكلة ان انت طالع مفيش استحى، والله ما مستحي ولا عارف بتقول ايه. واللي قاعدين حواليك بتوع مجلس الإدارة زي ما طالع بتقول مرتضى، كل مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم قالوا كلمتهم إن استقالة أمير مرفوضة. ده شيء ما يخصناش، مرفوضة أو مقبولة. أمير ابنك ومحدش منهم يقدر يعارضك ولا يقول لك استقالة أمير مقبولة أساسا. هل حد يجرأ يقول في مجلس إدارة الزمالك إن استقالة أمير مرتضى مقبولة؟ حد يقدر يقول؟ والله ما حد يقدر يقول ولا حد يقدر يعملها. يا راجل ده كلهم قاعدين عاملين زي الكراسي اللي محطوطة بالظبط، ما فيهمش واحد بيتكلم ولا بيرد عليك بيقول لك انت عمال تقول ايه، وشغال سب ولعن وشتيمة في كهرباء وسف وحاجة استغفر الله العظيم. يعني حاجة والله انا ما اعرف ان جمهور الزمالك بيسمع او بيشوف المشاهد دي ويسمعها ازاي. المشكلة ان جمهور الزمالك معظمهم مصدقين الخرافات اللي بتحصل، وطالع وبيتكلم في اثناء البث وبيقول لك ان سيد عبد الحفيظ عامل سحر للنادي الاهلي علشان يكسب. عامل سحر، يعني الاهلي كسب الزمالك بالسحر. طيب الزمالك خسر من بيراميدز بالسحر، الزمالك خسر من اسوان بالسحر، الزمالك اتعادل مع الداخلية بهدف باطل وحرام سحر، الزمالك اتعادل مع الاتحاد بعد الاتحاد ما كان مبقلاشه في الشوط الثاني سحر. لكن انت مش عارف بتقول ايه، اي كلام واي حاجات واي هري وخلاص. بس المهم نغطي على الهزيمة والفضيحة.
يا راجل تتخيل احنا قلنا الاهلي لاعب الزمالك حوالي 8 مباريات. تصدق يا مؤمن ان انت ما كسبتش الاهلي غير مباراه واحده؟ يعني حتى لما خدت الدوري موسمين ورا بعض انت ما عرفتش تكسب الاهلي فيهم. في الموسمين اللي انت خدت فيهم الدوري انت ما عرفتش تكسب الاهلي. اللي طالع بتقول يا محمود يا خطيب لعبني راجل لراجل، راجل مين؟ هي الرجوله بالكلام؟ لا والله. ده على فكره عدم الرد ده من شيم الكبار. من شيم الكبار هو عدم الرد، ان هو يرد على واحد زيك انت على الكلام اللي انت بتقوله والشتيمه وقله الادب وحاجه سف. اللهم احفظنا. ويا ريت يا ريت كل الدعم والتوفيق للنادي الاهلي، ويا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. انا قلت الخلاصه وحاجات كتيره ما رضناش نخوض فيها ونتكلم فيها كتير، ولكن ده اللي الواحد يقدر يقوله، علشان لو قلنا اكتر من كده هنخش في حاجات يعني ما ترضيش اولا ربنا سبحانه وتعالى وما ترضيش المشاهد او اللي هيشوف الفيديو. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناة، وكل التوفيق للنادي الاهلي ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.